غابيل كونسو كتحضر من استهلاك البطيخ اللي كيجي من اسبانيا واللي معروف ببول دو ميل. وحسب ما علنات عليه دائما غابيل كونسو كتقول بان هذا البطيخ فيه مبيدات، كنعرفوا بان الفواكه والخضر كلها فيها المبيدات، لكن هذا البطيخ بالضبط اولا المنون كله شنو كيسميه اللي كيجي من اسبانيا واللي كيتباع في الكرتونات كتلقاو فيهم 12 حبه. هاد البطيخ هذا كيحتوي على المبيدات كميه فوق الزياده، لان هاد الفواكه كتحتاج المبيدات، ولكن الا درت واحد الكميه اكثر من الكميه اللي مطلوبه باش ما تضرش بصحه المواطنين، فهنا كتولي خطوره على المستهلك. هذا علاش غابي الكونسو كتنصح بان هذا البطيخ، وحنا راه كنعرفوا بان هذا الصيف الوليدات الصغار كيبغيو، الكبار كيبغيو، فديروا اتونسيون من الاستهلاك ديال هذا النوع ديال البطيخ اللي كيجي من اسبانيا واللي سميتو بول دو ميل. فدائما حاولوا تدخلوا المنصه ديال غابيل كونسو باش غادي تعرفوا المواد اللي كتكون خطوره على اي واحد استهلكها، لان هذا الصيف وكاينين مواد اخرى. فدائما غابيل كونسو كتحذر من استهلاك بعض المواد اللي كتكون فعلا خطيره على المستهلك. يعني دائما ردوا البال، سهله باش غادي تدخلوا المنصه ديال غابيل كونسو غادي تشوفوا المواد كامله اللي ما خصكمش تسهلكوها، وكنتمنى انكم تبارطاجيو باش الناس ما يطيحوش في هذا المشكل ويسهلكوا هذا البطيخ اولا المنون. اذا بانت شي علامات بحال مثلا كان رضان اولا مثلا كانت الكرش جاريه كانت سخانه وكنتو استهلكتو هذا النوع ديال البطيخ، فما عليكم الا تصلوا الطبيب ديالكم وحاولوا ما تخليوش هذه المعلومه عندكم، لان ربما غادي تقدروا تفيدوا ناس وتعتقوا بزاف ديال الناس ومنهم الناس الكبار والدراري الصغار.